هل تجردت الناس من ضمائرها؟ هل خلت النفوس من أي وازع ديني أو حتى أخلاقي؟ جريمة لا يرتكبها من لديه ذرة من ضمير أو حتى جنبة إنسانية، فقد قام هذا المجرم بقتل زوجته بعد أن انهال عليها ضربا حتى فارقت الحياة، والسبب يعود إلى خلافهم على نوعية طعام العشاء. ليس هذا فقط، بل قام وبطريقة سابق بها الشيطان في الخسة والخبث باحتجاز طفليه في غرفة وتركهم يواجهون مصيرهم الذي اختاره لهم هذا الأب الفاسد. قبل 3 أيام وردت معلومات انه هذا الشخص يقوم يعني حضر الى محكمة البياع لمراجعة عنده على يعني دار او بطاقة تموينية، بطاقة سكن العفو، فتم القبض عليه. بالبداية انكر وتخبرهم انه هو اعزب، لكن ضابط المركز عنده معلومات دقيقة عنه فتمكن من القبض عليه وجلبه إلى مركز الشرطة، واعترف صراحة بقيامه بقتل زوجته وإغلاق الدار على أطفاله والهرب إلى منطقة الأعظمية. المجرم اعترف أمام الناس أنه قام بقتل زوجته وحبس طفليه، ولم يسأل عن نتائج فعلته بعد مغادرة المنزل، وتم إلقاء القبض عليه بعد أن ذهب لإصدار شهادة جنسية بعد 6 أشهر من جريمته، غير عالم بأن هناك من ينتظر قدومه لإرساله إلى العدالة لينال جزاءه العادل. قلت له سوى عشاء سيدي، وقعدت مسوي تمن سيدي ومرق مال فاصوليا سيدي. اي سيدي، وصرت عصبي سيدي، تعاركت وياها سيدي، وشلت ربد مال كرك سيدي وضربتها بالربد مال كرك على راسها ضربتين. اي سيدي، وخليتها سيدي بالبيت، وعندي اطفال 2 سيدي صغير، جبته قعدتها بحضنه هذا وصيت عليه. اعمارهم سيدي واحد عمره 5 سنين وواحد عمره 1.5 شهر سيدي. اي سيدي، قعدتها بحضنه سيدي، قلت له دير بالك عليه عود الطيمه ما يخاف يجوع سيدي، وقفلت الباب وطلعت. الطفل المسكين الذي ابتلي بأب مجرم أكد أنه كان يقوم بإرضاع أخيه الصغير حفاظا على حياته دون الاقتراب من أمه الميتة التي صارت فريسة سهلة للحيوانات. هو أبويا قتل أمي. قال لها هذه، قال لها احمل فاصولي وحمتها، قال لها شكو حاميتها، وهاج عليها كسر الماعين وايش سوى، وهاج عليها قام يقتل بيها بالكرك. وين ضربها؟ على راسها. وش سوت هي؟ هي قامت تصيح وما حد يسمعها بالليل، بالوحدة من الليل. انت وين كنت؟ انا هنا بالغرفة. يعني اخويا هذا 40 يوم. اي ويشرب حليب؟ اي. منو كان يسوي له حليب؟ انا اسوي له. وماما كانت نايمة ميتة يمكم؟ اي. وش بيها البزازي تجي عليها البزونة؟ بزونة تجي عليها تاكل خشمها وحليبها. اقول خشمها وودانها. ليش متوخرها؟ اوخرها تقوم هي تسوي. سمعت المركز دز علي. يوم جمعة كان همينا برا الظهر وصلنا المركز، قالوا بنتك مقتولة تعالي للمركز، لاقين يعني رقم التليفون مالنا هنا عنده لما ناقلين الولد من صار الحادث البشع من سوى هذا المجرم. وبقى يتابع بيها عقيد حسن والمفوض عدي والعميد ومدير المركز وكليتهم. المجرم المدان أحيل إلى القضاء بعد إتمام التحقيقات، وهو الآن يواجه المصير الذي اختاره لزوجته وولديه.